السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ أخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، مسلم ومسيح طيبين وبسعادة وهنا، اللهم آمين. حبيت أقول لكم النهاردة كل التحيات والمنى، ويكبر بخاطري وخاطرك، وتدخلي المطبخ تذكري الله، هتطلع حاجات حلوة كتير. يلا بينا. النهاردة عندنا روتين هنجيب فيه السمك وهنشويه. السمك هنجيبه وهنشويه. دول بالصلاة على النبي 3 كيلو. ال3 كيلو جم معايا 5، واحنا بالصلاة على النبي 4، وراجلنا معانا إبراهيم. هنعمل بقى مع بعض السمك بتركاته وحركاته، هتدعيلي. وانا بعمل البابا غنوج، وهتتابعوني في قناتي هتلاقوا بابا غنوج انا عاملاه. بحطه كده في العلب دي، بجيبها واحطها على قد الاكله او قد اللقمه زي بره بالظبط. العلب دي ابراهيم جايبها لي. هتعملي بابا غنوج زي بره واحسن كمان. انا سلطه خضراء كلنا بنموت فيها. الرز بتاعنا بتاع السمك انا بعمله ببصله، وهتشوفوني وانا بعمله النهارده. لو حابين تتابعوني الفيديو كامل على قناتي طبعا، وهتكملوا معايا هتلاقوه حلو وهيعجب كل ست بيت عربيه مصريه. يلا، فلاحه مصريه وافتخر. حبيت اعمل مشوي في بيتي من غير ما اشتري، من غير دخان، وهتدعيلي. تعالي اتفضلي وشوفي الروتين، وان عجبك اذكري الله. البابا غنوج بتاعنا يا جماعه انا عاملاه اهو، عشان بس الكاميرا تبقى واضحه. وطبعا حابه تعملي طحينه ما تعمليش بابا غنوج، إيه اللي يعجبك. سلطه خضراء، عشاق الرز، لو عايزين عيش في عيش، بس انا حابه النهارده اكل معاكم بالرز. يلا انتي وهي، ده روتيننا طاقه ايجابيه لكل الناس الحلوه 100 100. منوعات حسناء. يلا بينا. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده من روتين لروتين بتوحشوني. عشاق السمك يجمعوا، اللي بيحبوه زينا دول كده بالصلاة على النبي 3 كيلو. ايوه، جايباه النهارده في يوم السوق بتاعنا، في روتين في سوقنا النهارده. حبيت اشارك معاكم. اول حاجه هبدأ بيها هنضفه. شايفين السمكه؟ ايه رأيكم؟ تفحة. هنعمله النهاردة مع بعض سمك مشوي من الآخر. بس أول أي حاجة بننضفه. السمك البلطي بنحبه طبعا. الأسعار ربنا يرحمنا ويعديها على خير، بس عشان ولادنا. السمك ده يا حبايب قلبي فوسفور، بس السمك البلطي ده أحسن حاجة أنا بحبها أنا وولادي. هنعمله مع بعض مشوي. تعالوا كده بس ننضفه الأول. هنشيل العينين وننضف بطنه ونشيل ايه، وهوريكم الدنيا فيها ايه. روتيننا حلو، وما تنسيش وانتي معدية اذكري الله، حاجات حلوة تطلع كتير. يلا بينا. احلى سمك مشوي وهتدعي حبايبي، احلى ناس في الدنيا، احلى متابعين واحلى اخوات واحلى ناس. بقول لكم بصحة وهنا واللهم بارك. 3 كيلو سمك انا دلوقتي نضفته وظبطته، بس ما شلتش عليه اللي بتبقى هنا كده عشان الشوي بتاعتي. حلو الكلام. وبحب انا اسيب الديل بتاعه. تمام. ادى السمك وشلت منه العين ونضفتها وظبطتها وشلت الخياشيم كمان. طب هتعملي ايه يا حسناء في يومك وفي روتينك النهارده؟ معانا ملح، معانا كمون، معانا شطه، معانا ماركه ودع اهلك الهريسه، ومعايا حبيبه قلبي هاخد معلقه من التوم بتاعي. التوم بتاعي اهو، شايفينه؟ وادى الهريسه، وادى الشطه، وادى الكمون، وادى الملح، وادى الليمون. هنضيف كمان حبيبه قلبي معانا الخل، نقطه صغيره مش كتير، هنضيفها واحنا بنشتغل، وممكن تستغني عنه. هنعمل التتبيله بتاعتنا سواء مشوي او هو ايه، مقلي. دي شيء ما نختلفش عليه، بس في ناس في المقلي يحطوا توم، وفي ناس في المشوي ما يحطوش توم. تمام. انا عملته مره من غير التوم، هعمله النهارده بالتوم. يلا كده شجعي نفسك، روتيننا حلو. اول حاجه هنعصر الليمون اول حاجه خالص، وبعد كده هنضيف عليه الملح، ونضيف عليه الكمون، ونضيف الشطه والهريسه ومعلقه التوم. كله كده تدريجي. حلوه انتي. تعالي، روتين حلو هيعجب كل ست بيت. تابعونا بالاستمرار. قناتي على اليوتيوب ترحب بكل الناس الحلوه. منوعات حسناء، فيد واستفيد، ويا رب دايما الصيف يبقى احلى كيف.
كده انا عصرت الليمون بتاعي 5 ليمونات كبار حلوين كده. هناخد شوية خل، حاجة برضو لا تذكر، يعني حاجة كده معلقة. تمام. قشر الليمون بتاعي اهو، انا مش برميه، هغليه، هيعمل ريحة حلوة في المطبخ وانتي شغالة دلوقتي. مش هقولك السمك يعني ليمون. تمام. معانا الملح ومعانا الكمون ومعانا الشط. ادي الملح، ادي الكمون. انتي بقى بتويمي بايدك. انا معايا الشطة ماركة ودع اهلك، بحبها انا جدا. خلي بالكوا بقى لو ولادكم مش بيحبوه. هنفتح ناخد هريسة ونفتح ناخد التوم. كده انا فتحت اهو معلقة حلوة كبيرة كده. لا انا هاخد معلقتين كبار اصلا. ادي واحدة، كمان واحدة حلوة كده. تمام، على مهلنا. ماشي. تعالي بقى ناخد التوم، بيبقى فيه معلقة انا حطاها، ناخد معلقة كبيرة كده برضو. بسم رب العالمين. عشان البرطمان خلاص ايه. كل سنة وانتم طيبين. اهي كفاية قوي كده. وهاخد كمان معلقة حلوة هريسة، يبقى انا خدت معلقة فلفل حلوة كبيرة كده. يلا بقى نقلب كله في بعضه، نقلبهم حلو كده. انا تمام قلبتها خلاص. هبدأ بقى احشي السمك بتاعي. حلو الكلام. توابلنا وتحبشنا بالبساطة عنوان. وزي ما احنا قلنا هنغلي الايه، المية بتاعت الليمون شوية بشوية، او تجمعيهم في الديب فريزر ويخلوا الريحة تفحة مع عود قرنفل. ما اقولكيش بقى. يلا نحشي السمك بتاعنا عشان ما نتوهش من بعض. كده السمك بتاعي بعد ما انا حشيت الحشو بتاعه اهو. هوريكم مع بعض كده. بسم رب العالمين. الحشو بتاعي اهو، كل السمك بتاعي كده. تمام. انا دلوقتي حشيته، فاضل بقى ان احنا نعمله بالردة. طبعا كلنا عارفين وفي بيوتنا الردة، واللي مش عارفها انا هوريله شكلها معانا دلوقتي. ادي الردة بتاعتي اهي. هجيب صينية، وطبعا ما تعرضهاش كلها عشان ما تخسرش معاكي. هتاخدي على قد الكمية في صينية تانية. وهنوريكم بقى مع بعض هنعمل ايه وهنشوي ازاي بالردة. منوعات حسناء، خليكم بالقرب جنبنا. منوعات حسناء قناتي على اليوتيوب، تحب الناس وانا احبكم في الله. يلا احلى سمك مشوي ده ولا ايه؟ حبايب قلب حسونه، ادي السمك المشوي بتاعي زي ما انتوا شايفين. هنعمل فيه ايه؟ السمك ده يبقى مشوي ان شاء الله. عملنا فيه ايه؟ جبنا الردة من فوق ومن تحت ومن ناحيتين، وهنقفل مع بعض الشبكة بتاعتنا اهي. تمام. وهندهن الشواية بتاعتنا زي ما احنا قلنا زيت. شغلنا كله على مية بيضة. يعني ايه مية بيضة؟ على رؤية وعين ومسمع. ادي السمك اهو بتاعي بعد ايه، بعد التتبيلات الحلوة. وادي السمك بتاعي اهو من ناحيتين. تمسكي الشواية تقلبيها على طول اهي. تمام. وعاملة انت حاجة عشان الردة لو وقعت. تعالوا بقى على ايه، على الشواية او على اللي انت بتشوي عليه. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. الحلو نقول له يا حلو. وسمكنا اول ما يتشوي يتحط كده في ميه الدقه بتاعته، وتطلع منها بالشكل ده. ميه الدقه ما اقولكيش. ادي الدقه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، نزلتها بس فيها وطلعتها. شايفين الحلاوه والجمال؟ ما اقولكيش تفحى اخر حاجه. يلا مستنيه ايه؟ اذكر الله، هتطلع حاجات حلوه كتير. ده روتيننا النهارده، سمك مشوي بالردة. يا حلو انت يا حلو. هنكمل مع بعض. هنحط على الشواية بتاعتنا بس بعد ما نغلفها بالردة وعلى النار، ونبقى احلى شوي واحلى ايه يوم عندنا. هنشوي احلى سمك لينا ولولادنا، بس بطريقة حلوة ونظافة وحاجة مضمونة 100%. مستنية ايه؟ يلا يا حلوة وانت معدية. اذكر الله، تطلع حاجات حلوة كتير. وما تستنيش. منوعات حسناء قناتي على اليوتيوب ترحب بكل خلق الله. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. كل سنة وكل لحظة وانتم معانا بصحة وعافية. قولوا امين. هذا السمك المشوي بتاعنا زي ما انتم شايفين حبايب قلب حسونة. احلى سمك ده ولا ايه؟ طبعا المية دي زايدة عن الحاجة. انا ساعة الاكل هدخله الفرن ياخد تشميسة، يعني المية دي تروح. حلو الكلام. عشان لسه اولادي مجوش من اشغلهم. تمام. وادي معانا السمك المشوي بقيته اهو.
حلو الكلام. وبشرت جزرة، تمام. وجبت الخضار بتاعي بقدونس وجرجير، غسلته حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا الحاجة دي لازم نغسلها كويس. وقطعت طماطم وقطعت فلفل وقطعت خيار، وادى بشر الجزر. بس فاضل معايا البقدونس والجرجير والبصل، وانسي اللي حصل. وده يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده البصلة للرز بتاعي. طب فين الرز يا حسناء؟ دي البصلة هناخدها كده على النار، وادي الرز بتاعي اهو ما شاء الله. يلا كده بقى كده الروتين حلو. الروتين بتاعنا عبارة عن سمك مشوي، وهنعمل رز ببصل، وهنعمل احلى سلطة خضرة ان شاء الله. السمك المشوي احلى من كده ما تلاقيش. يلا على النار، ومعانا الحلة بتاعتنا هنعمل شوية رز مفلفلين اخر حاجة بينا. يلا هذا كده حبيبة قلبي الرز بتاعنا هيتعمل فيه البصلة الحلوة دي. البصلة دي انا قطعتها زي ما انت شايفة كده. هبدأ اتنين اقلبها لغاية ما تاخد معانا لون حلو كده. حلو يا كراميلا، حلو يا كراميلا. احلى سمك مع شوية رز ما اقولكيش تفحة كده. اللون ده حلو قوي كده للرز حبيبة قلبي، عشان اما تضيف الرز هيبقى ياخد اللون اللي انت عايزاه. وده الرز بتاعي اهو، بسم رب العالمين اهو. تبدأي بقى تقلبيه كده يا قلبي براحتك، ربنا ما يقلب عليكي حاجة وحشة، قولي امين. يلا كده نقلبه، وهنحط معاه ملح لا اكتر ولا اقل، بس كده. كده الرز بتاعي بعد التقليب اهو. هضيف بقى الملح بتاعي، كل واحد حسب الطعم وحسب رغبته هو، تمام. هبدأ بقى الرز بتاعي قلبتيه شخشخ اهو. بصي مشخشخ، يعني ايه مشخشخ؟ يعني طلعيه من الحله كده ناشف، تمام. بس عشان ما يلزقش برضو منك ما تغمريش. ادي الميه بتاعتي اهي، كل واحد عارف قانون الميه بتاعه، تمام. نظبط بقى الميه او العين كده. الميه بتاعتي زي ما بيقول الكتاب على حسب الرز بتاعك، وكل بلد بيختلف الرز من مكان لمكان. حلو الكلام، كلام سليم. انا قلبت اهو، هسيبه بقى لحد ما يغلي ويطيب، وهنعمل مع بعض احلى سلطة خضرة مع السمك المشوي. وده الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين بيقول انا اهو انا اهو. احلى رز بالسمك هتاكليه، واحلى رز هتعمليه، وبكل حب. ما تنسيش منوعات حسناء، فيد واستفيد، والمضمون سهل وبسيط. هنعمل بقى احلى شوية سلطة خضرة مع بعض. الفيديو والروتين حلو هيعجب ست البيت. كملي معايا على قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء. يلا بينا حبايب قلب حسونا. وده الخضار بتاعي اهو، وده الجزر بتاعي اهو، وده البصل عشان ننسى اللي حصل. وهنعمل احلى طبق سلطة كمان. يلا وده الغسيل بتاعي اهو. الغسيل يعني نظافة، يعني مية وخل تغسليه وتفتحيه كده، عشان بيبقى في النص احيانا بيبقى فيه طين. انا غسلته اهو ونضفته. وادي الجرجير كمان غسلته وخليته زي الفل. هنعمل مع بعض احلى سلطة خضرة في يومنا النهاردة وفرتنا، عشان السمك بيحب الحاجات الخضرة. ما تستهونيش، لو سبت الرابطة معقودة هتلاقي الطين في النص ومية في الجردل، تفكيها ومية بخل لمدة 10 دقايق ومية جارية واغسليه. الحلوة دي لما بقولها على المعلومة بتبقى عارفاه، بس للعرايس الجداد انا كنت بقى في حاجات كتيرة قوي. المية والخل 10 دقايق، ودايما بمية جارية تغسليه، بس لازم تفك الربط. شبت بقدونس كزبرة. يلا يا حلوة انتي وهي. هنشوف الرز بتاعنا. وده الرز بتاعي طب واستوى وطلب الاكيلة مفلفل اخر حاجة. يلا بينا، طاقة ايجابية. وشوية سمك تفحة انا دخلته كمان الفرن دلوقتي. شايفين المية اللي في جناب نشفت ازاي؟ ليه بقى؟ تضمني سواه وتأكدي عليه، والمية يشربها. صحة وهنا مني ليكم انا. احلى سمك مشوي ده ولا ايه؟ وده السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين بعد ما طلع من الفرن، عشان خاطر الصاجة بتاعتنا او الصينية بتاعتنا تتشمع زي ما بنقول في بلدنا. وادي بقية السمك بتاعنا، وعملنا مع بعض حبايب قلب حسونا احلى رز اهو، وعملنا مع بعض سلطة خضرة.
وكمان هقول لكم انا عملت ايه، بس انا بعينه في الديب فريزر. دايما بعمل بابا غنوج واحطه في الفريزر علب كده، كل واحد فينا علبة ساعة ما اعمل السمك. بعمله يكون موسم البتنجان رخيص، او عندي بتنجان فاضي اشويه واعمله ناكل منه في نفس اليوم، وعين الباقي في الفريزر. طبعا الصيف ما بيستحملش. العلب دي ابراهيم ابني بيجيبها لي، حلوة قوي وبتفيد زي بره بالظبط. شايفين؟ عندك طحينة شغال، عندك بابا غنوج شغال، واحلى رز، احلى سلطة خضراء، واحلى سمك اهو. يا رب كده دايما السعادة والهنا مني ليكم انا. وطبعا حبايب قلبي مش عايزة اقول لكم، الحاجة لما بتتعمل في البيت بيبقى لها فرحة ولها شمخ. ده كان يومي وروتين النهاردة. لو انتوا حابين تشاركونا، قناتي على اليوتيوب ترحب بكل الناس الحلوة. منوعات حسناء، فيد واستفيد، ويا رب دايما اكل يكون سهل وبسيط، ومطرح ما يسري يمري. قولوا امين. منوعات حسناء، اذكر الله، هتطلع حاجات حلوة كتير. دمتم في خير ودمتم في حفظه وسعادة، اللهم امين. يا رب السعادة والهنا مني ليكم انا.